السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. طبعا نصيحة للآباء والأمهات المتحفظين على عيالهم بأن يحذرون من برنامج التيك توك. طبعا هذا البرنامج أصبح أسهل وسيلة للتواصل بين الشباب والعيال صراحة بكل معنى الكلمة. طبعا الذي متحفظ على عياله وبناته يحذر من برنامج التيك توك. هذا التيك توك خطر. طبعا إذا ما دخل يتواصل خاص بيدخلوا يتواصلوا عبر البثوث المباشرة، إذا ما تواصلوا عبر البثوث بيدخلوا خاص. في هذا الشيء أنا لاحظت عند شباب كثير والله العظيم، يعني أشوف بعض التعليقات ليش حضرتني، وهذيك تقول ليش مدري، يعني أصبح التواصل تركوا الواتساب، تركوا الإيمو، تركوا عبر التيك توك. فنصيحة للآباء والأمهات بأن لا يخلوا هذا البرنامج في جوال أولادهم عشان ما يضيعوا مستقبلهم فعلا، لأنه في شباب والله مراهقين ومراهقات بشكل مو طبيعي. بعضهن يعني يدخلني راس انه شباب وعيالها مش لا بنات فقط، يدخلني راس عبر الخاص، وهذا يدخلني يراسلها من هنا لهنا وجابت له رقم الجوال، وبالأخير أرسلت صورها، وبالأخير يرجعوا يستفزوهن بس بالصور. في هذا الشيء فنصيحة لكم، احذروا. لازم كل أب وأم يفتشوا برنامج التيك توك. وشكرا، باي.